القانون اللي هيخلي العميل يفتكرك انت بس. اهم حاجة في التسويق انك تكون الاول في ذهن الناس. رأي الناس في المنتج او الخدمة اللي بتقدمها هو اهم حاجة. لما الشخص يقول رأيه في منتج صعب يغير رأيه، وبالتالي انك تحاول انك تكون الاول في ذهن الناس هي افضل طريقة للنجاح في التسويق. واضح ان الطريقة التقليدية في التسويق اللي بتقوم على حملات الدعاية للمنتجات بتكلف فلوس كتير قوي، ولكن انك تبقى في ذهن الناس طريقة ذكية هيوفر عليك فلوس كتير. لكن لو انت مش الاول في ذهنهم وعاوز تبقى الاول هتدفع فلوس كتير. ولو انت الاول وعاوز تحافظ انك تكون الاول لازم تكمل انك تدفع عشان الناس ما تنساكش. ومثال على ده لما بتكون عاوز تبحث عن معلومة معينة بتروح تختار جوجل، بس الغريب في الموضوع ان كلمة جوجل حصلت في قاموس اوكسفورد سنة 2006 بمعنى البحث عن معلومات. الشركات بتسعى تبني الصورة الذهنية باستمرار حتى ما توصل لقوة العلامة التجارية، وساعتها الناس مش هتشتري المنتج بسبب الجودة، ولكن هتشتري المنتج من إنتاج الشركة دي. ده كان قانون الذهن من كتاب 22 قانون ثابت في التسويق.